السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سأبتعد شيئا ما عن التوقعات الرقمية وعن الأرقام، ونتمنى هذاك اللي ما كانش كيحملني في التوقعات الرقمية أنه يمكن له يحملني في هذا الاتجاه هذا فيما هو حرفي. وهذه الفيديوهات غتكون عبارة عن فيديوهات سياسية بصفتي مسؤول سياسي وطني سابق بحزب التقدم والاشتراكية حزب علياته. كنت عضو لجنة مركزية، وكنت نائب الكاتب الإقليمي هنا بمكناس، وتقلدت عدة مسؤوليات في هذا الحزب هذا. هاد الفيديوهات غتكون سلسلة بعنوان يا سياساويون الوطن أليس فيكم رجل رشيد. يا سياساويون الوطن أليس فيكم رجل رشيد. أليس فيكم من يقول كفى لنهب المال العام. أليس فيكم من يقول كفى لتسيير العبث. أليس فيكم من يقول كفى لاتخاذ الأصوات نتاع الهموم ونتاع المشاكل نتاع المزلوطين من أجل الوصول إلى كراسي المسؤولية. أليس فيكم رجل رشيد يقول كفى لحنت اليمين نتاع المسؤولية. أليس فيكم رجل رشيد يقول كفى لكل الممارسات اللا خلاقة التي لا تمت بصلة لمغرب دستور 2011. أليس فيكم رجل رشيد يقول كفى لكل من يتحدث كملاك وإذا فعل شيطان. أليس فيكم رجل رشيد يا سياساوي الوطن يقول كفى لنهب المال العام وللعبث من أجل تنمية المواطنين ومن أجل تنمية الوطن. تكون واحد الحلقات اللي هي سياسية 100% بصفتي السياسية السابقة، وكذلك سأبين وأوضح من خلالها التصفية السياسية القاتلة العادمة لمن والله لا يخافون الله ولا يراعون مراقبة الله في مسؤولياتهم ولا ما عندهمش الأدمية. أقسم لكم يمينا أن الأسماء التي أتحدث عليها هناك من هو فعال للزور وهناك من يسكت عنه. كل فيديو إن شاء الله غادي يكون باسم. هناك أسماء عدة، أسماء وازنة سأبين من خلالها، لأني والله تطرقت إلى جميع الأبواب القانونية وتطرقت إلى كل ما هو قانوني وحقوقي عبر القنوات القضائية وعبر القنوات المسموح بها قانونيا، ولكن لا يحركون ساكنا. أليس فيكم رجل رشيد يقول القانون يطبق على الوزير كما يطبق على الغفير. أليس فيكم رجل رشيد يقول لكل من يرفع شعارات معسولة وفي طيها هي ملغومة. أليس فيكم رجل رشيد يقول كفى وينزل إلى السفل وينظر إلى أحوال المجتمع. أليس فيكم رجل رشيد يقول لكم اتركوا مكاتبكم وهبطوا شوفوا الناس، هبطوا شوفوا المعاناة. أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم رجل رشيد يتخذون العلاقة مع الناس من انتخابات؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم رجل رشيد يقول بركة ونحطوا يدنا في المؤسسة الملكية ونمشيو بالبلاد للقدام، والرعي والأحكام التي تنطق باسم صاحب الجلالة في المحاكم؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ كل هذه الفيديوهات إن شاء الله نتمنى هذاك اللي ما حملنيش كرقمي واتخذ مني موقف كرقمي، أنا غادي نعس ذاك الرقمي الذي يسكن بداخلي
شويه، وغادي نهضر معاه كسياسي سابق، وسوف يرى الأخلاق السياسية كما رآها في مسار الرقمي، والله شاهد على ما أقول، وبالوثائق وبالمستندات إن شاء الله. أتمنى من الناس اللي غادي تجبد الأسماء نتاعهم في هذه الفيديوهات هذه سياسيون مزورون أنذال لا يراعون الله في مهامهم. هناك أسماء عدة، هناك أسماء أكن لها الاحترام والتقدير، كتستاهل البوس فوق الراس، ولكن لا أعلم لما ليس لي مبرر للسكوت عن الزور وعن هذا الإعدام المعنوي وعن الإعفاء القسري، لا لشيء، لأنني قلت المركب الاجتماعي ابتسامة اللي كنت كنشرف على الحراسة نتاعو العامة بأنه غير مؤهل للزيارة الملكية، وتصرفوا معي بجميع الحسابات السياسية الدنيئة القاسية التي لا تمت بدولة الحق والقانون المملكة المغربية الشريفة بأي صلة من الصلات. هل أليس فيكم رجل رشيد يقول لكم كفى من العبث، وكفى من قتل القيم ديال الوطنية والمواطنة، وكفى من تغليب السفالة والردالة والرذيلة على أهل الفضيلة. انتظروا معي هذه الحلقات هذه، ستكون أسماء عدة، والحلقة الأولى سوف تكون على رفيق درب النضال لمدة 26 سنة، الرفيق نبيل بن عبد الله، أمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. ترقبوا معي هذه الحلقة هذه في القريب العاجل، سوف تكون حلقتين، حلقة يوم الأربعاء وحلقة يوم الأحد. هناك حلقة كذلك على عبد الملك الحبيب رئيس المصالح الاجتماعية بعملة مكناس، رئيس القسم الاجتماعي بعملة مكناس. هناك حلقة كذلك على رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو. هناك حلقة كذلك للأستاذ تشفين رئيس الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الأسبق والوكيل العام الآن في فاس، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف. ترقبوا كذلك حلقة للوكيل عمر البكاري وكيل جلالة الملك. ترقبوا كذلك حلقة لنزهة الصقلي الوزيرة السابقة. وترقبوا كذلك حلقة لبسيمة اللحقاوي عن حزب العدالة والتنمية. ترقبوا هذه الحلقات بشغف، واللي ما عندوش القلب، اللي عنده القلب هشيش والله غير ما يتفرجش فيها. ترقبوها بشغف. عنوان هذه الحلقات هذه غادي يكون فيها أليس فيكم رجل رشيد يقول كفى من العبث ومن تسيير العبث ومن تغليب الزور والجور على الحق. قد يدوم الزور ولكن والله سيزول، قد يدوم الباطل ولكن والله سيزول، مهما طال ليل الظلم والله صبح الحق قريب. تحياتي لكم، ترقبوا الحلقات إن شاء الله. وعمري ما طلبت منكم الدعم في الأرقام، وعمري ما طلبت منكم الدعم في القناة، ولكن من باب الإنصاف اللي بان له عندي الحق بأنه يوقف معايا ولو معنويا بعد الله سبحانه وتعالى، ولو بالتشجيع. أتمنى هذوك الناس اللي كرهوني من ناحية الأرقام وما عجبهم داكشي اللي كندير الأرقام من حقهم. بالنسبة لديك قناة الجزيرة فوالله هي عنده واحد 100,000 وصفني بالجهل. أنا والله ما نسبك، أنا يكفيني أنا أقول لك بأن الحفظ نتاع القرآن الكريم ليس هو الحفظ نتاع السرد والعرض. يمكن لأئمة كبار
فين بانوا فيهم؟ فين ما نبانوش حتى قدامهم. ائمه ديال المحارب، وائمه ديال الحرم المكي، والله في السبع الطوال فهو كيكون في آل عمران، وكيدخل في البقرة، ويدخل من باب السهو، من باب النسيان، لا من باب الخطأ. ومن فعل ذلك والله نستحيي أن نصفه بالجهول أو بالجهالة. أنا والله ما نسبك، أنا عندي القرآن هو 114 سورة، وديك ال 114 سورة نزلها الله سبحانه وتعالى قبل من الخلق. الله سبحانه وتعالى علم القرآن قبل ما يخلق الإنسان. القرآن قبل من الإنسان، قبل من الخلق ديال الكون القرآن. والقرآن هي كل أمة ديال هاد 114 سورة اللي جعلها الله سبحانه وتعالى من نهار خلق الكون حتى القيامة هي 114. ماشي بالضروري أن غنحفظوها حفظا عن ظهر قلب ويحملها القلب، ونسقطوا في ديك الآية ديال الله سبحانه وتعالى اللي كيقول لك كما أحملوا أسفارا. الحفظ نتاع القرآن الحقيقي يا أخي الكريم هو أنك تاخذ غير والعصر كل أمة تاخذ سورة وتنزلها على أرض الواقع. 114 أمة هذيك هي ديال حتى تفنى الدنيا. شنو قضينا بالقرآن حامله في قلبك؟ القرآن حفظ يمشي على رجلين. القرآن هو ما وقر في القلب وصدقه في العمل، ولو تكون سورة واحدة. ماشي القرآن هو 114 سورة ويرى هزها هكاك حمل الثقل. القرآن هو كل أمة تشد سورة وتعمل بها وتنزلها على أرض الواقع. والله لما كان حالنا هذا هو الحال. هذا هو الحفظ الحقيقي نتاع القرآن، ماشي تعرض، ماشي تسرد. القرآن هو ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. القرآن هو اللي يخص هاد الناس هادو اللي هضرت عليهم يديروا به ويقولوا كافة. وفيه الآية ديال أليس فيكم رجل رشيد، بعد بسم الله الرحمن الرحيم أليس فيكم رجل رشيد. صدق الله العظيم. تحياتي، إلى اللقاء.